النهارده شارع أحمد عرابي بالمهندسين شهد أشبه بالموقعة ما بين قوات الأمن وزارة الداخلية وبين أنصار المحامي مرتضى منصور. يذكر أن القاضي الذي ينظر موقعة الجمل أصدر قرارا بضبط وإحضار مرتضى منصور وابنه وابن شقيقته. القرار الذي لم ينفذه مرتضى منصور أو الذي تحاول أجهزة الأمن أن تنفذه. يوم الخميس الماضي أعلن المحامي مرتضى منصور المتهم في هذه القضية والذي كان مرشحا للرئاسة قبل استبعاده اليوم أنه سوف يقوم بعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه عن مفاجأة كبيرة في دار القضاء العالي يوم السبت اللي هو النهاردة، وهذا لم يحدث وتغير المكان، وقيل أن المؤتمر الصحفي سيكون من مكتبه في المهندسين. تواجدت قوات أمن لتنفيذ الحكم القضائي بالضبط والإحضار، ولكن أنصار المحامي مرتضى منصور المتواجدين أسفل العقار حالوا دون دخول أجهزة الأمن في البداية، وهذا استدعى أن أجهزة الأمن طلبت مددا من وزارة الداخلية، وجاء عدد ليس بالقليل من قوات الأمن المركزي. بعد التراشق قامت قوات الأمن بتأمين البناية أو العمارة بأكملها من جميع الاتجاهات، ويعرف أن المحامي مرتضى منصور متواجد الآن في شقة زوجة نجلته القاضي، واللي بالنص القانوني ما ينفعش انتهاك حصانته القانونية وتفتيش منزله دون قرار من مجلس القضاء الأعلى. وزارة الداخلية بتحاول تتحصل على هذا القرار لتنفيذ القرار القضائي والوضع على ما هو عليه، بالرغم من أنه المحامي مرتضى منصور قام تليفونية على تلفزيون الحياة وقال فيها أنه الأحداث أثبتت، هذا حديث مرتضى منصور، الأحداث أثبتت أن وزارة الداخلية و6 إبريل إيد واحدة، في إشارة أن هناك تجني من وزارة الداخلية عليه بالتعاون مع 6 إبريل، وأنه مرتضى منصور قام بإبلاغ جميع منظمات حقوق الإنسان، وقال لم أنفذ قرار الضبط والإحضار لأنه صادر من خصم لي. وقال أيضا كيف أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية ويتم اقتحام مكتبي بهذه الطريقة. أحمد عرابي شارع توقف لساعات طويلة بسبب محاولة ضبط وإحضار مرتضى منصور. لو مش مدان ما ينزل ويروح ويقول أقواله ويقدم مستنداته ان هو لا حرض ولا أجر ناس ان هم يروحوا يموتوا المتظاهرين في الميدان، تمام، ويثبت ان هو بريء. حصل اشتباكات لما هم ابتدوا حدفوا، في ناس من عنده حدفوا على الناس اللي واقفين بازاز من فوق، ابتدت الناس تحدف عليهم، بس ده الكلام ده يعني حوالي الساعه 2 كده. موقف زي كده الوصول يعني مش مستاهل اللي حصل ده كله. ده واحد مدان يجي زي اي حد، الموضوع كبر وموضوع ملوش لازمه اصلا. يعني احنا عارفين ان ده راجل مدان في وقاعه الجمل يتحاكم زي اي حد بيتحاكم. انا مش شايف حاجه تستدعي للكلام ده كليته. الراجل ده لو زي هو بيقول انا سليم ما ينزل ويسلم نفسه، لكن كونه اللي بيعملوا في الناس ده الناس اللي متعوره والناس دي، يعني انا مش شايف مبرر للعمايل دي. احمد عرابي ده شارع حيوي في مستشفيات معهد القلب والموظفين ناس واقف حالها، ده بسببه لازم الشعب ده ادونا امر نطلع نجيبه من فوق. عرفنا أنه في قيادات في وزارة الداخلية بتحاول التواصل مع المحامي مرتضى منصور لإنهاء هذا الموقف بشكل هادئ ودون اللجوء لأي صدامات أخرى ودون تكبير المسألة أكبر مما وصلت إليه. في حادث مهول، حريق مهول حصل في السويس النهاردة، وللأسف الشديد شركة النصر للبترول الخاصة بتكرير البترول حدث فيها صوت دوي مفزع وكان حريقا هائلا. الحقيقة أنه الأخبار اللي بتجيلنا أنه حتى هذه اللحظة محاولات الإطفاء غير موفقة في احتواء الحريق.
بالرغم من الدفع بعشرات من سيارات الإطفاء وطبعا الإسعاف. يقال أنه سيارة إحدى سيارات الإطفاء اشتعلت فيها النيران، وتأكدنا أنه في طائرات للإطفاء الجوي قد تكون متواجدة الآن، لأنه تم استصدار قرار من المشير طنطاوي باستحضار هذه الطائرات لأن الحريق كبير، وقوات الجيش الثالث والقوات البحرية وجميع شركات البترول بتحاول أن هي تتعاون لإطفاء هذا الحريق أو احتوائه وهو مندلع منذ ساعات.